أهلا بكم. في خطوة تاريخية هامة عملت وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية على إنجاز بحث علمي تمت صياغته في كتاب اختير له كعنوان نقوش صخرية من إقليم السمارة. الكتاب الذي تم إعداده بتنسيق وتعاون مع باحثين متخصصين في المجال تم تقديمه صباح اليوم بمقر المركز الثقافي سيد أحمد الرقيبي بالسمارة. وكان عامل إقليم السمارة مرفوقا بالمدير العام لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب والمندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وحشد من منتخبي ومسؤولي الإقليم أشرفوا على زيارة منطقة العصل بكرش للإطلاع على النقوش الصخرية هناك، كما تم بالمناسبة تقديم كتاب نقوش صخرية من إقليم السمارة المنجز من طرف عدد من الأساتذة الباحثين. بالتغطية محمد المصطفى خيا ومحمد مولود من لا يخاف. لدعم موروث النقوش الصخرية بإقليم السمارة وللحفاظ على الموروث الثقافي بشكل عام، وقف الوفد الرسمي صباح أمس بمنطقة العصل بوكرش غربية إقليم السمارة، حيث تم الاطلاع على ثروات المنطقة في هذا المجال والمتواجدة منذ العصور القديمة. نقوش صخرية وضعت وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب ضمن استراتيجيتها الأولى بالمنطقة، وذلك عبر توفير الدعم بمختلف أشكاله للمهتمين بهذا المجال. وكالة الجنوب عمدت استراتيجية خاصة بالنهوض بالعمل الثقافي بالحفاظ عليه وبتثمينه وبحمايته من الجلاء ومن الاندثار، والعمل على إنجاز كتاب من هذه القيمة العلمية والأكاديمية أشرف عليه ثلة من المختصين من الأساتذة المشهود لهم بمؤهلاتهم وبكفاءاتهم العلمية والأكاديمية في مجال الأركيولوجيا علوم الآثار. وعشية أمس تواصلت أنشطة الوفد الرسمي بإقليم السمارة، حيث تم تنظيم لقاء تواصلي بالمركب الثقافي الشيخ سيد أحمد الرقيبي. اللقاء التواصلي تم خلاله تقديم كتاب نقوش صخرية من إقليم السمارة لعدد من الأساتذة الباحثين في علم الأركيولوجيا، وبدعم من وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب. الكتاب أنجز بشراكة مع جامعة محمد الخامس السويسي بالرباط، ويتضمن نحو 188 صفحة منشورة باللغتين العربية والفرنسية، وصور لمختلف الصخور المنقوشة بالمنطقة. وقد عمل الأساتذة الباحثون والمؤلفون لكتاب نقوش صخرية من إقليم السمارة على وصف أماكن النقوش الصخرية الثمانية التي أجريت عليها البحوث منذ شهر مارس 2003 بضواحي إقليم السمارة. هذا الكتاب هذا اللي كنا درنا البحث الميداني والتحريات في سنة 2003، فإذا وصلنا الحمد لله. حقيقة خصنا وقت طويل، يعني من 2003 للآن إذا تقريبا حوالي 5 سنوات باش يخرج الكتاب، ولكن يخرج بحلة جميلة جدا. إذا هو عبارة عن عمل لمجهود علمي لمجموعة الباحثين قاموا به سنة 2003. وتأتي هذه الأنشطة بما فيها تقديم كتاب نقوش صخرية من إقليم السمارة في إطار المجهودات المبذولة من طرف كافة المتدخلين للحفاظ على هذا التراث وتثمينه على مستويات عدة، واعتباره كتراث وطني وإنساني يجسد حضارة عريقة للمنطقة. وعلى هامش لقاء السمارة كان الزميل محمد المصطفى خيا قد التقى السيد أحمد حاجي مدير عام وكالة الجنوب التي ساهمت في هذا اليوم الدراسي، ومعطيات أكثر تتابعونها في هذا الحوار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الأعزاء، أرحب بكم هنا بمقر عمالة إقليم السمارة، حيث أستضيف السيد أحمد حاجي المدير العام لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب. أهلا بكم السيد المدير العام. أهلا وسهلا. السيد المدير العام، احنا بطبيعة الحال كنا اليوم رافق لكم في زيارة لعدد من المناطق بما فيها منطقة العاصلي بوكرش، حيث تم زيارة عدد من الآثار هناك بالمنطقة. ما هو في نظركم التوجه العام والإطار العام لزيارتكم اليوم لإقليم السمارة؟ كانت أولا مناسبة باش نعطيو انطلاقة لواحد العملية مهمة اللي هي بناء مركز سوسيو ثقافي مع اللي هو كيدار في إطار الشراكة مع المندوبية السامية لقدماء المشاهدين، وأيضا مع المجالس المنتخبة ديال الجهة، ومع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، اللي هي عملية مهمة بالنسبة لنا. كنظنوا بأن هذه البنية التحتية ديال الثقافة وديال الولوج اللي كتسهل الولوج الثقافة بالنسبة للشباب ديال المنطقة راه هما آليات أساسية بالنسبة للتنمية الاقتصادية ديال المنطقة.
هذه كانت الأنشطة ديال الصباح اللي تمكنا أيضا من خلال واحد الزيارة ميدانية للموقع ديال العسلي بوكرش باش نشوفوا أثار قديم وهما هاد النقوش الصخرية اللي كتزخر بهم الإقليم ديال السمارة، واللي هما كيكونوا موروث أساسي بالنسبة للأقاليم الجنوبية وبالنسبة للمملكة، ولكن أيضا حتى بالنسبة للعالم ككل، لأن كنتمكنوا من خلال هذا الموروث هذا باش نتعرفوا على الحياة اللي كانت هنايا هذه بعض الآلاف ديال السنين، ونتعرفوا بأن راه ما كانش هذه صحراء، هذه راه كانت منطقة كانت فيها حياة يومية زاخرة بالبقريات ديالها، بالطباع، بمجموعة ديال النشاط الإنساني. وربما هذا كيمكننا باش نعرفوا بأن راه حنا داخلين في واحد المسلسل ديال التصحر، ونعرفوا بأن هذه المسألة ديال التغيرات في المناخ راها ماشي جديدة، راها منذ القدام، وحنا غاديين في واحد الصيرورة السلبية بالنسبة لواحد مجموعة من الموارد. بطبيعة الحال سي المدير العام، احنا كنعرفوا بان وكالة الانعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لإقليم الجنوب وكالة اللي هي فاعلة في المنطقة، وكالة فاعلة في شتى المجالات منذ الإعلان ديالها من لدن جلالة الملك. بغينا نعرفوا شنو بالضبط الاستراتيجية الحالية ولا المستقبلية للحفاظ على هذا النوع من الآثار بالمناطق الجنوبية، الاستراتيجية ديال وكالتكم. لنا إيمان قوي في الوكالة بأن المسألة الثقافية، مسألة الموروث الثقافي هي مورد أساسي بالنسبة للمنطقة وبالنسبة للعملية التنموية. إذن احنا بالطبع كنأمنوا بالحفاظ على هذه المواقع وبالحفاظ على هذا الموروث هذا، ولكن كنظنوا أيضا بأن هذا الموروث هذا هو أساسي باش نبنيو الآليات ديال المستقبل ديال التنمية المستدامة، باش نخلقوا مناصب شغل في المنطقة، باش يكون هناك اقتصاد اجتماعي فاعل في المنطقة. وربما احنا كنحاولوا نجمعوا ما بين بالطبع الغرض ديالنا هو الحفاظ والصيانة ديال هذه المواقع هذه، ولكن ايضا باش نخرطوا في استعمال هذه المواقع هذه في اطار الدفع بالسياحة الإيكولوجية، الدفع بالاقتصاد الاجتماعي في المنطقة. ماذا حول مشاريع مستقبلية بالمنطقة الحمية الأثار؟ ربما أن الوكالة من بعد ما حققت واحد المجموعة ديال المنجزات مع الشركاء ديالها المحليين بالطبع والوطنيين في المناطق الجنوبية، اليوم احنا مقبلين على واحد التوجه نحو الاقتصاد الاجتماعي، نحو تثمين هذه الموارد المحلية لصالح بالطبع العنصر البشري المحلي. وربما هذا هو الجديد اللي كنتمناو بلينا غنحققوه في الأشهر وفي السنوات المقبلة. كسؤال أخير سي المدير العام، خلال هذا اللقاء بغينا نعرفوا التوجه العام للوكالة في محاولة الحفاظ على التراث المادي وتثمينه، ولما لا تسجله كتراث وطني وإنساني على صعيد المملكة بشكل عام؟ طبعا التوجه العام، لأن تعرفوا الوكالة راه ماشي الاختصاص ديالها هو المسألة الثقافية، ولكن الاختصاص ديالها هي تجمع ما بين الفاعلين باش نتمكنوا من إعطاء دفعة للتنمية الثقافية والتنمية الاقتصادية. بالطبع باش يمكننا نحققوا الأهداف الموكولة لنا جميعا كيخص يكون هناك تضافر الجهود المتدخلين، لا القطاعات الوزارية اللي هي مسؤولة على المسألة ديال الموروث، وأيضا الجماعات المحلية والجهوية والإقليمية اللي غنتمكنوا من خلال التضافر هذه الجهود هذو باش نمشيو للأمام. وربما لما لا نتوجهوا للمؤسسات العالمية باش نعرفوا بهذه المواقع هذه ونسجلوهم ربما في التراث ديال الإنسانية ككل. في ختام هذا اللقاء نشكركم جزيل الشكر السيد أحمد حاجي المدير العام لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية